عليكم الاخوه الاخوات ديالي، رمضان كريم. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الظروف واحسن الصحه والاحوال ان شاء الله، انتم وليداتكم والعائله. وباش غنبداو ان شاء الله هذا الفيديو بالصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم جبت لكم واحد المسمن ان شاء الله معمر بواحد الحشوه خفيفه ظريفه، وغنديرهم معكم ان شاء الله في الفران. وباش ما نطولوش غنبداو ونتوكلوا على بركه الله. المكون الاول هذا البنات الشامبينيون درتو في الهشوار وبصله مشلضه عندنا، وغيرافقها خيزو هاد الحشوه والكفته والمعدنوس. غنبداو على بركه الله، غنبداو ان شاء الله بالمقله نديرو فيها شويه الزيت، وغادي نرميو ان شاء الله البصل مع الشامبينيون. سمحوا لي الاخوات على التصوير، كنت كندير غنضيفوهم هاد المكونات بجوج البنات، وغادي نخليهم يتشحروا بشويه ديال الملحه والزيت، وعاش نضيفوا عليهم من بعد ان شاء الله الكفته والجزر. نديرهم شويه وهانتوما معانا ان شاء الله. نديروا الملحه والزيت ها هو ضفناه، غنخليهم هكا كينزلوا، وغادي نزيدوا عليهم ان شاء الله المكونات الاخرى. وهانتوما معانا البنات. دابا هنايا ضفت الكفته والجزر حتى هويا، وهانتوما معانا حتى غنوريكم ان شاء الله. البنات غنضيفو هنا الفلفل الاحمر، الابزار على حسب الذوق البنات، والقليل من السكينجبير، وغادي نزيد شويه من الكمون من بعد، واحد شويه، وغادي عاش نضيفو حتى هويا قليل من الكمون. وهانتوما معانا البنات غادي نزيد انايا واحد المعلقه د الهريسه على حسب الذوق، راه ماشي حاره البنات ولكن كتجي واحد الذوق واعر البنات. وغادي نزيد قليل من الكمون هكا، وهنا غادي نضيف البنات الشعريه الصينيه، وهنا الزيتون الاسود البنات اختياري، بغيتي ديري الاسود بغيتي ديرو بغيت ديرو هذا الزيتون الاخضر على حسب اللي في الرغبه ديالكم. والحشوه راه كتبقى البنات على حسب الرغبه ديالكم اللي يحب خاطركم. انايا درت الزيتون الاسود، كتجي حشوه واعره البنات. دابا من الحمد لله غادي نكملوا دابا الحشوه ونخليوها في جانب تبرد. ديك ساعتين غادي باش ندوزو ان شاء الله للعجين ديالنا، باش نكونوا العجينه تكون بردات معنا الحشوه البنات. صدقنا الحشوه هي الاولى. وهنا غنضيفوا واحد المعلقه كبيره ديال المعدنوس مفروم،
وهانتوما معنا حتى نبداو ان شاء الله في العجين. البنات العجينه كنحتاجو هنا البنات نص كيلو ديال الفورص، وداك نص كيلو بحال مثلا ناخذ كاس د العنبه نعبرو به. غادي نديرو باش نكملو نص كيلو غنديرو نص ديال الكاس د العنبه ديال الفينو باش نكملو نص كيلو. وهنا غنديرو واحد الرشه ديال الخميره د الحلويات، وغنديرو قليل من الملح البنات لان، وغندير واحد المعلقه ديال الخل ها هي، وغنديرو 2 معالق ديال زيت الزيتون باش نعجنو هذا المسمن. بسم الله هكا. والماء على حسب بارد دافي صافي، وكنعجنو هكا عجنه العجينه د المسمن. ومن بعد ان شاء الله تشوفوا الطريقه. هانتوما الاخوات هنايا درناهم كويرات هكا بحال المسمن الرغيفات، وهنا هاني تلقصوا هنايا وغادي نديرو هكا الرغيفات، ونخليهم شويه ويرتاحوا البنات. وعاد باش ان شاء الله ديك الساعتين نوريكم كيفاش طريقه اخرى ديال نعمروهم ان شاء الله. وهانتوما معانا باش ما نطولش عليكم الفيديو. هنا البنات هذا اختيار، الا غتزيدوا الحشوه فيها موتزاريلا، الفرماج ديال الموتزاريلا محكوك راه كيجي حتى هو واعر وعاش كيعطي اللذه حتى هويا. هانتوما يا صافي. وان شاء الله دابا نبداو نعمرو. من سرحنا المسيمنه ديالنا هكا بهذه الطريقه هذه، نديرو فيها الحشوه على هذا الشكل صافي. وكنشدو بحال هكا، نزيدو ماس شويه بحال هذا الشكل. تقدروا البنات تزكيوها هذه بواحد الزيتونه خضراء ولا كحله، انا زكيتها بعود القرنفل بحال هذا الشكل. ويمكن لكم البنات ديروا الزيتون الخضر، يعني على حسب اللي الحشوه كتبقى اختياريه، غير الفكره وصافي. بحال هذا الشكل البنات. والفران البنات غنشعلوه ان شاء الله من الفوق ومن التحت على 180 درجه ان شاء الله، ومن الفوق ومن التحت، ونخليهم وندهنوهم البنات. باقي ان شاء الله غادي نقسم معكم ندهنوهم بالبيض وغادي تشوفوا ان شاء الله. هنا البنات درنا واحد البيضه صفر البيض مع شويه واحد القطيره ديال الخل، ودرت شويه ديال البابريكا دائما البنات كنقولوا الحشوه على حسب الرغبه ديالك وباش تعمريها. انايا قاسمت معكم هذه الطريقه هذه هي، ونتمنى تعجبكم وترككم. وغادي ندير لهم انا شويه غادي نزيد عليهم شويه ديال السمسم الابيض، ولا اللي بغى يدير الحبه السوداء. نذكركم البنات الفران قلنا من الفوق من التحت على 180 درجه.
هانتوما. ودابا ما بقى لنا ان شاء الله عي باش ندخلهم الفران، ايوا حتى يخرجوا نتقاسمهم معكم ان شاء الله. دائما البنات 180 درجه من الفوق من التحت. يلا انا غندخلها دابا الفران وبقوا معنا ان شاء الله حتى التتمه. الناس كيجيو مقرمشين ما شاء الله ولا اروع. نتمنى تجربوهم وما تبخلوش على خصكم باللايك وإلى فيديو قادم ان شاء الله. هما يلا خرجوا عندنا من يلا خرجناهم من الفران، وها هما الشكل اللي جاو عليه كيشهيوا البنات. ما شهيتكم ما شاء الله، وكيعطيو كميه كبيره، تقدروا ديروهم صغار من هادو. هانتوما البنات ما شهيتكم، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم والى فيديو قادم ان شاء الله.